بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم أحمد عبد القادر إلى قطر، وأشرف بن شرقي في الزمالك، وموقف غامض لبيرسي تاو مع الأهلي. أول حاجة هنتكلم فيها، النهاردة أعلن نادي قطر القطري إن أعلن ضم أحمد عبد القادر لمدة سنة على سبيل الإعارة، ما فيهاش شرط البيع، ولكن في حفاوة كبيرة وفي شكر للنادي الأهلي بيه. وأنا شايف إن دي إن هي صفقة قوية جدا 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 لنادي قطر. وشايف ان يعني زي ما انا قلت لكم، زي ما قلت قبل كده، ان الموضوع بالنسبه لي ان الاهلي اذا ما جابش حد بديل عبد القادر قوي، الاهلي هيبقى هو اللي خسران. بغض النظر، سيبك من قصه ان انا هيبقى عندي ان لعيب كويس ولا وحش، لا هو لعيب كويس جدا، بس لازم أن تبقى فيه بدايل عندك. النهارده يعني بالرغم ان احنا قلنا اكتر من مره ان بن رمضان في الاهلي، وان شاء الله هو في الاهلي بنسبه كبيره، هي مساله كلها دلوقتي مساله رتوش ماديه، من الاخر هي فلوس. هتبقى مساله ايه؟ فلوس. ولكن انا بكلمك انت النهارده ان انت صعب ما تفرطش في اللعيبه اللي الخبرات اللي اتخذت 5 6 سنين على الخبرات اللي انت خدتها ديت، صعب تلاقيها. يعني انت النهارده عشان تجيب لعيب تديله خبرات الاهلي، يوصل 5 دوري ابطال افريقيا، النهائي 5 مرات ياخد منهم 4، ويلعب كاس العالم للانديه 5 مرات ورا بعض ياخد منهم 3 برونزيات كاس عالم، ده شيء مش سهل يا جماعه. ولذلك انت النهارده ايه اللي محسسكش انك بتلعب كل يومين؟ وايه اللي ما عملكش الانتكاسه او الوقوع؟ لانك انت معاك لاعب بدايل. حتى يعني تخيل انت خالد عبد الفتاح واحمد عبد القادر غابوا 4 شهور قاعد في البيت ما بيلعبش، وجابوا من الثلاجه لعبوا اساسي ولعبوا قبل النهائي. فهو لعيب كويس، لازم اعوضه ببديل قوي علشان ما اجيش في وسط الموسم، لانك انت السنه دي عندك بطولات اكتر من السنه اللي قبلها، وهتضغط ومش تقدر تقول لا. واخد بالك؟ واخدين بالكم؟ فالقصه كلها يا جماعه ان انا دلوقتي مش معترض على مشاري، والله يسهل، هو لعيب كويس ومحترم وكل حاجه، ولكن انا لازما اكون عندي البديل القوي، لان الخبرات دي ما بتتاخدش بسهوله. دي اللي هيروح مدخل لي الموقف الغامض لبيرستاو. ليه يا جماعه؟ وانا برضو ما زلت بقول وهقول وهكرر، ليه بيرستاو؟ ليه يعني حاطين انت بيرستاو ده احسن لاعب في افريقيا السنه اللي فاتت محلي، وهداف فرقتك، وعامل موسم ولا اروع. انت ليه دلوقتي انت عشان تجيب بيرستاو، انت رايح عشان تجيب محمد بن رمضان، عمالين يشدوا فيك ويقول لك 2 مليون و700 و3 مليون والقصه كلها. انت فانت النهارده معلش، انت اللعيب في الحته ده بيبقى في ايدك مش عارف قيمتها ليه. وبعدين بيرستاو انت جايبه من الدوري الانجليزي، ولاعيب منتخب اساسي، منتخب جنوب افريقيا، يعني مش لعيب معلش، مش احتياطي، مش بيروح يقعد له على الدكه، لا، ده لعيب قوي ولعيب كويس. كونك ان انت مثلا ما يعني حصل توتر شويه في العلاقه، لا، ده انا اقعد واصفر. اللي انا عرفته ان هم فعلا بداوا يصفوا الاجواء بينه وبين بيرستاو، بس ما يبقاش الفكره ان هو قصه ان هو يمشي، ما يمشيش. ده بالعكس، انت عشان تستفيد من بيرستاو دوت وتستفيد منه استفاده كويسه، جدد له سنه ولاعبه معاك ان شاء الله حتى ليناير. شوف هيجيب كام؟ هيجيب لك 4 مليون دولار. ايوه، هو انت بتتكلم في ده لعيب دولي يا جماعه، لعيب دولي اساسي في جنوب افريقيا، ولعيب قبل كده في الدوري الانجليزي. فما ينفعش ان انا مجرد ان لعيب يحصل توتر بينه وبين المدير الفني، مشي مشي مشي، لا. ف فطبعا اللي انا قلته، اللي انا بحب اقوله دايما واوصله للمسؤولين في النادي الاهلي، لا، ما تفرطش في الكفاءات دي، لانها ما اتعملتش في يوم وليله، اتعملت في سنين. انت عارف مثلا لما تيجي واحد احمد عبد القادر وبيرستاو والفرقه ديت وقفشه ومحمد هاني، عارف ان محمد هاني وقفشه وبيرستاو اتغلبوا مرتين، منهم محمد هاني ومحمد الشناوي،
و و و و وبعض اللعيبه كمان، وحسين الشحات غلبوا مرتين اتنين من صن داونز خمسة، مرة 5-0 ومرة 5-2. بس كل مرة كان بعدها بيحصل إعصار من أيام إفريقيا من المغرب. دي خبرات إن اللعيب يتغلب في الملعب خمسة. ده لعيبة الزمالك اللي لعبوا ماتش الستة من سنة 2001، بقالهم أكتر من 23 سنة لسه مهزوزين لحد دلوقتي. يعني الواحد فيهم بيطلع مش عايز يفتكر الماتش ده. لكن أنت بتشوف لعيبة الأهلي طالعة، اللعيبة دي طالع في الملعب بيتكلم عن الماتش الخمسة وبيتحدى. فالخبرات يا جماعة، الخبرات ما بتتشريش، دي بتتصنع وعلى تاريخ. تخيل انا بقول لحضرتك ان فرقة اتغلبت خمسة مرتين اتنين من نفس الفرقة، لا وينزلوا بعد المباراة يتحدوا ويقعدوا مع بعض، لا احنا هنكسب، احنا هنعمل، ووصلوا لمرحلة ان هم بعد المرة الأولانية اللعيبة نزلت في الملعب في الماتش التاني اللي كان في اسكندرية، واتلموا وجمعوا بعض وعزموا ان هم يردوا القصة دي، ويقفوا فعلا بعدها بسنة وصلوا للنهائي وخدوا البطولة، وخدوا بطولة افريقيا. ومن ساعتها وهم قاعدين افريقيا منيمينها من المغرب. الخبرات دي انا مش ضد ان بيرستاو يمشي، بس يمشي اكون كسبان فيه واخد فلوس، لان جابوا فلوس، لان هو كمان يستاهل، واكون جايب البديل. ما تنساش النهارده انت دلوقتي مش عبد القادر ومش ديانج، وعايز تمشي الناس دي كل، وعايز تمشي وعايز تمشي ناس تانية كلها، يبقى مين اللي هيلعب لك اجنحه؟ مين؟ هيبقى رضا سليم وحسين الشحات بس؟ وبعدين يقول لك محمد بن رمضان بيلعبها بس مش هي حتته. في فرق كبير بين ده وبين ده. في فرق بين اللعيب بيلعبها، فرق زي مثلا اكرم توفيق كده لما اوديه باك يمين بيلعبها وبيبقى حلو برضه، بس مش زي اكرم توفيق في نص الملعب. نص الملعب ده شفت حتته عمل فيه ايه؟ قعد الكل، قعد ديانج. تخيلوا بقى اكرم توفيق يقعد ديانج. فطبعا زي ما بقول لحضراتكم لازم يبقى فيه حكمة، وما تطلقش يد المدير الفني في كل شيء. احنا كنا معاه مثلا بيقول مش عايز خالد بيبو، ماشي يا عم مش عايزين خالد بيبو. مش عايز صدم محسن صالح قال السلام عليكم. لكن هنا دي ثروة، يعني رأس مال النادي. انا مش باش جايب بيرستو ب 2 مليون ونص مليون دولار واسيبه ببلاش. لا انا هاخد بحقي فلوس، يلعب لحد اخر يوم واديك حقك عايز اجدد ماشي، ولا المفروض انا جددته؟ عارفه لو جددت له هيبقى ليه وضع تاني. اخش بقى لثالث نقطه اللي هي اشرف بن شرقي في الزمالك. هي صفقه كويسه، بس في الاساس هي صفقه جماهيريه مش فنيه. وانا شايف، انا واحد من الناس شايف ان بن شرقي مش هيفيد الزمالك فنيا في اي شيء. ده اسم هجيبه واحطه عندي عشان اسمي انا عندي بن شرقي، اسمي انا جبت صفقه كبيره، اسمي انا عملت زي الاهلي جاب يحيى عطيه الله، انا جبت اشرف بن شرقي وهيعمل لي مشاكل اكتر في اوضه اللبس. انت عارف ان هو يوم ما ياخد بس مليون دولار زي ما هو طالع، يعني ب 50 مليون جنيه مصري، يبقى زيزو ياخد كام؟ زيزو اللي هو من افضل اللعيبه في مصر، المفروض اليوم ما ده ياخد مليون، ده المفروض ياخد مليون ونص على الاقل. فانت النهارده جاي لزيزو وتقول له خد 30 خد 20 وهنديك مش عارف اعلانات لا، من حق بقى والده يقول لك انا عايز 100 مليون زي ما بيقول. فانت بن شرقي هي صفقه في الاساس جماهيريه، وانا شايف ان هي مش هتنفع الزمالك في حاجه، ولا هتفيده لا دلوقتي ولا بعدين. اللي لعب 30 سنه وبقى له سنه ما بيلعبش وقاعد واتعرض على الوداد واتعرض على الناس دي كلها وقالوا له كبيرك قوي 300 400 الف دولار، وانت جايبه النهارده بمليون دولار ولا جايبه بكام الله اعلم. فهيعمل لك مشاكل في اوضه اللبس، ومن الناحيه الفنيه مش هيفيدك خالص، لان هو العلامه يسترد فورمته هتلاقي الدنيا لخبطت معاه، وهيعمل لك مشاكل في الفرق. وهيعمل لك طبعا لان هو كان عندك وسابك، ولاعيب بقى له سنه ما بيلعبش او بقى له فتره طويله والدنيا ملخبطه معاه. بتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو ده عجبكم، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وبشكركم، واتمنى لو في اي ملحوظه تكتبوها لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.